بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي 5 اسكندراني، اهلا بكم في حلقه حواريه جديده وساخنه. ضيفنا اليوم كان مدير تنفيذي على مدار اكثر من 13 سنه او ما يقارب 13 سنه في النادي الاولمبي، ومدير تنفيذي للنادي اليوناني على مدار 8 سنين، يعد من الكفاءات الاداريه في منصب المدير التنفيذي. معنا ومعكم الاستاذ المحاسب سعيد عبد النبي المدير التنفيذي للنادي الاولمبي. اهلا وسهلا بيك استاذ سعيد، منورنا ومشرفنا النهارده. اهلا بيك كابتن وليد، اتشرفت بيكم وبالبرنامج الجميل دوت اللي عامل صدى كويس جدا في اسكندريه. استضفتوا شخصيات كلها شخصيات يعني مرموقه في اسكندريه ولها اثر كبير في العمل الرياضي في اسكندريه. بحييكم على البرنامج الجميل دوت. منور الدنيا والله. الله يخليك. استاذ سعيد، خلينا كده في البدايه نقول بدايه ساخنه لحلقه ساخنه مع احد مديرين الانديه في الاسكندريه، والذي يعني يعد من الكفاءات الاداريه زي ما صلاح قال في البدايه في مقدمه الحلقه. سعيد، في البدايه كيف يمثل لك النادي الاولمبي، وماذا يمثل لك من خلال عشرتك داخل النادي الاولمبي سنوات طويله، يمثل لك ايه؟ النادي الاولمبي بيمثل لسعيد عبد النبي حاجات كتيره جدا جدا، يعني اكتر من الناس تتخيل. النادي الاولمبي انا تشرفت، وده كان شرف ليا ان انا اختير واكون مدير تنفيذي للنادي الاولمبي من بالظبط 19/8/2008. عايز اقول لحضرتك كابتن وليد وكابتن صلاح، انا عندي توأم اتولد في النادي الاولمبي، اتولد وانا موجود اول ما مسكت في النادي الاولمبي. يعني انا مسكت 2008 شهر 8، ولادي اتولدوا 7/12/2008. فاولادي اتربوا جوه النادي الاولمبي 13 سنه او يعني اقل شويه. دي فتره طويله جدا انك تقعدها في مكان، فبترتبط بيه وبترتبط بالناس اللي جواه وبترتبط بكل ركن من اجزاء النادي. كل مكان في النادي الاولمبي ليه عندي ذكرى كويسه جدا. النادي الاولمبي شرف لاي حد ان هو يتولى منصب ادارته. النادي الاولمبي نادي عريق جدا، اقدم نادي يمكن في مصر 1905. نادي بطولات ونادي انجازات، والفتره الحمد لله اللي انا توليت فيها كان فيها انجازات كتيره جدا، وزي ما كان فيها حاجات تانية كتير. حضرنا ثوره، حضرنا كورونا، حضرنا حاجات. فكل يوم كان بيمر في النادي الاولمبي بيمثل لسعيد عبد النبي قيمه كبيره جدا، بيمثل لسعيد عبد النبي حاجات كتير، ارتباط بالناس وبالمكان، ومش عايز اقول لحضرتك حتى بكل مبنى. فلا النادي الاولمبي بيمثل لي حاجات كتيره جدا، وبيمثل لاسرتي وبيمثل لاولادي قيم كبيره جدا. استاذ سعيد، خليني اقول لك دائما وابدا كل ما اكلمك على النادي الاولمبي بحس في صوتك بنبره حزن كبيره. سبب النبره دي ايه؟ لا هو بص، انا عايز اقول لك كابتن وليد، انت لما بترتبط بمكان عشت فيه، انا تقريبا ما كنتش بروح البيت غير اتغدى وارجع تاني. لما بترتبط من المكان دوت الفتره الطويله ديت، وبتيجي فجأة يعني انت خلاص، انا عارف ان في يوم من الايام دي سنة الحياة، ان كل واحد فينا هيسيب المكان اللي هو فيه، سواء بارادته سواء غصب عنه. لازم في يوم من الايام، دي سنة الحياة، سنة الحياة التغيير. انا كنت في النادي اليوناني وقعدت 8 سنين وسبته، وعلاقتي بالناس لغايه دلوقتي الحمد لله علاقه طيبه جدا لغايه النهارده. النادي اليوناني كل الناس اللي فيه على اتصال بيا وعلاقتي بيهم قويه جدا. النادي الاولمبي انا قعدت فيه فتره اطول، عملنا فيه انجازات كبيره جدا. يعني النادي الاولمبي اما جينا اشتغلنا مع استاذ احمد عفيفي وعملنا طفره انشائيه كبيره جدا. فكل جزء في النادي الاولمبي انا مرتبط بيه. يعني صعب عليك ان انت كل الكيان دوت اللي انت ارتبطت بيه الفتره ديت انك تبعد بعيد عنه. وانا اخترت ان انا ابعد بعيد خالص، وتقريبا ما بروحش النادي خالص يعني تقريبا. فانا اخترت ده بارادتي، بعدت خلاص عن المجال عشان ادي فرصه للناس ان هي تشتغل وتبقى يعني براحتها وربنا يوفقهم. بس اكيد حاسس بألم. مش بالظبط يعني. هو الطريقه اللي انا يعني ايه، انت عارف كل واحد اما بيبقى في مجال، حضرتك في مجالك اما بتيجي حتى بتنتهي فتره عملك بتبقى مستني انك تتكافئ حتى بكلمه طيبه عن المجهود اللي انت عملته. مين ينكر
ان في خلال ال 13 سنه وحضراتكم بتيجي الاولمبي، يمكن الكابتن صلاح اكتر واحد اكتر منك يا كابتن وليد، انت مرتبط بالاتحاد اكتر. مين ينكر ان دوري في كل اللي اتعمل في النادي الاولمبي؟ تمام، ده اكيد. ولم يعني ما حصلش ان حتى مثلا اتقال شكرا. تمام، فاكيد هتحس بالالم. طب استاذ سعيد، كما هو معروف عنك بحكم عشيرتك الطويله في النادي الاولمبي، احد الشخصيات اللي بيطلق عليها الشاهد على العصر على كل الاحداث. من المعروف ان المدير التنفيذي مهامه تنفيذ سياسات وقرارات مجلس الاداره. مظبوط. احيانا بيشارك بالمشوره لهم في الامور الاداريه، بس القرارات في الاخر قرارات مجلس اداره المدير التنفيذي بينفذها. شهدت فتره عملك في النادي الاولمبي دخولك في تراشق على صفحات موقع التواصل الاجتماعي كانت باينه وبارزه، احداها مع المحاسب احمد عفيفي واحداها مع المهندس طارق السيد. فاكيد يعني انا من وجهه نظري والحقيقه كلها عندك، انت اكيد كنت رد فعل ولا كنت فعل في التراشقات اللي حصلت؟ بص يا كابتن صلاح، عمري ما كنت فاعل، عمري ما كنت فاعل. انا اساسا مش اكتف على الفيسبوك خالص، يعني انا مش اكتف خالص على الفيسبوك، ولغايه دلوقتي يمكن انت لو بتتابع صفحتي ما بكتبش حرف، لان انا اساسا والكابتن وليد يعرف الكلام دوت مش فاضي، يعني انا عندي شغلي الخاص ومش فاضي يعني. وحسيت ان انا اقعد ليل نهار اكتب على الفيسبوك دي مش بتاعتي، حتى من اول ما دخلت الفيسبوك انا مش كده. فاكيد في المرتين انا كنت رد فعل مش فعل، والدليل على كده ويمكن انت شفت الكلام دوت، ان الاستاذ احمد عفيفي بعد كده نزل اعتذار ليا. تمام بالظبط. فانا كده مش فعل بالظبط. تمام مظبوط. تمام. مع المهندس طارق السيد، وانا فعلا يعني ما كنتش اتمنى انه يحصل كده خالص، لان انا برضو ما بحبش الطريقه ديت. انا بحب ان انا لما اسيب مكان زي ما قلت لحضرتك كده، انا سايب النادي اليوناني من 2004، علاقتي بالناس طيبه جدا، بروح بيستقبلوني احسن استقبال، حتى لو اتصلت وعايز حاجه من النادي الناس بيعملوها لي على اكمل وجه. فانا بحب اسيب العلاقات الطيبه لان هو ده اللي فاضل. القصه المهندس طارق السيد انا مش عايز اتطرق ليها لان هي خلصت وانتهت، والراجل برضو مشكورا جه بعد ما اتصفينا ورجعنا تاني اشتغلنا مع بعض 2015 ودي تتحسب له. جه قال لي كده بنفس اللفظ، انا ما اعرفش كان فيه ده بنفس اللفظ كده، انا سعيد ما اعرفش كان فيه، انت زي ما انت ويعني ما اتغيرتش في حاجه، كان في شيطان. قلت له يا باشمهندس الموضوع انتهى وخلص والحمد لله، يعني ما كانش، انا ما كنتش اتمنى ان احنا نوصل للمرحله دي. تمام. طب ما انا اهو بره المجلس، مشيت بره النادي ولا بتراشق مع حد ولا بعمل حاجه، بس لو حد بدأ معايا بمشكله اكيد مش هسكت، بيبقى ليك رد فعل. لو حد يعني اتكلم في ذمتي مش هسكت، حد اتكلم في امانتي مش هسكت. رد فعل طبيعي، ده رد فعل طبيعي لاي بني ادم في الدنيا. تمام. حضرتك قلت على استاذ احمد عفيفي وانا بكن له كل الاحترام، واحنا يعني زميلنا بعض 4 سنين، احنا الاثنين شلنا نادي على كتفنا وحضراتكم شاهدين على العصر ده. تمام. الراجل لما لقى نفسه، وكان الله يرحمه بهاء يعني دخل في الموضوع دوت الله يرحمه، لما لقى نفسه ان هو يعني غلط فيا، انت شفت الاعتذار. تمام. وانا قبلت الاعتذار وانتهى الموضوع. استاذ سعيد، خلينا نرجع الى دوره 2012، حاله انقسام ويعني نقول مشكله حدثت بين المهندس طارق السيد رئيس النادي في ذلك الوقت والنائب ابراهيم الشيخ حول بقائك في منصب المدير التنفيذي. حصل صراع بين الثنائي وفي النهايه غلبت كفه ابراهيم الشيخ نائب رئيس النادي وبقيت مستمر في منصبك كمدير تنفيذي النادي الاولمبي. ايه كان سبب الصراع ده وايه كان سبب تمسك المهندس طارق السيد برحيل؟ هو سبب الصراع اعتقاد المهندس طارق السيد ان انا يعني بدين بالولاء للاستاذ احمد عفيفي، وشيء طبيعي اي مدير تنفيذي في مكانه، اي مدير تنفيذي بيشتغل مع رئيس نادي لمده 4 سنين وجه رئيس النادي ده نزل الانتخابات، شيء طبيعي ان المنظومه اللي حواليه يعني بدون ما تقصد بتدين للولاء ليه.
تمام، لان انت 4 سنين قاعد مع واحد الراجل بيحترمك بيقدرك بيتعامل كويس. وكان يعني برضو استاذ احمد عفيفي كان في الفتره ديت ال4 سنين راجل عمل طفره كبيره جدا في الانشاءات. شقه ده على ايدي انا، شقه وتعب، وهو راجل غير طبيعي لما بيحط في دماغه حاجه لازم يحققها. هو اكتف اكتف جدا، بيخش في كل تفاصيل كل حاجه لمصلحه المكان، للامانه لمصلحه المكان. حتى انا لما بدانا نشتغل الانشاءات مع بعض قلت له يا استاذ احمد بلاش نفتح النادي كله، ناخد حته حته. قال لي سعيد هي زي ما بيقولوا ايه ضربه مرزبه، احنا هنشتغل في كل المشروع اللي هو دخل بيه للنادي في قدمه كمقترح عشان يقدم نفسه للناس في الانتخابات ان هو هيعمل المشروع دوت. وفعلا الراجل بدأ وعمل، وكان في شويه معوقات. فالمهم انتهت مرحله الاستاذ احمد عفيفي وكلنا عارفين. اما جه المهندس طارق السيد اعتقد ان انا بديل بالولاء للاستاذ احمد عفيفي. والموضوع دوت يعني احنا حتى قعدنا مع بعض. كانت الانتخابات يوم 4/8 تقريبا. تاني يوم الصبح كنت انا في مكتبي، وجه المهندس طارق بالظبط كده حوالي الساعه 8 وربع. اتقابلنا احنا الاثنين مع بعض وفتحنا، يعني هو فتح قلبه وكلمني وانا بتكلم طبعا الكلام دوت. والمهندس طارق يعني مش هيكدبني في الكلام دوت. قال لي قلت له يا باشمهندس لو حضرتك مش عايزني قول لي، انا عارف ان النادي رئيس ومدير. ده انا وجهه نظري ان النادي عشان ينجح لازم الرئيس والمدير يبقوا متوافقين مع بعض. لو احنا الاثنين مش هنتوافق مع بعض يبقى بلاش نخش في الصراع. ولو حضرتك مش عايزني ودخلت قلت على الترابيزه انك مش عايزني، المجموعه الباشمهندس هو الوحيد اللي نجح من قائمته، والاستاذ احمد عفيفي هو الوحيد اللي سقط من قائمته. فالقائمه كلها معاك يعني ده طبيعي، احنا قاعدين 4 سنين مع بعض والناس مش معايا عشان انا مثلا بيحبوني خلاص. لا في شغل في عشره. العشره طبعا لوحدها لا تشفع لاحد. تمام، العشره لوحدها لا تشفع لاحد. شغلك ومجهودك واجتهادك، واحنا في 4 سنين كنا عملنا انجازات غير طبيعيه. تمام، والحمد لله كله يشهد ان انا كان ليا فيها دور كويس يعني. تمام، سواء كنا احنا بنجيب دعم من الشباب والرياضه والكلام ده كله. فالراجل قال لي لا يا سعيد انا ما فيش حاجه، الموضوع خلاص انتهى. قلت له انا ما كنتش واقف ضدك، ما بقولش ما تنتخبوش احمد، ما تنتخبوش المهندس طارق السيد. انا كنت بدعم عفيفي لوجهه نظر، انما ما كنتش ضدك، ما كنتش بحاربك. فلو حضرتك مش عايزني قول لي. قال لي لا ما فيش مشكله وخلاص، احنا ايه الخطوه دي ايه نقفلها. بس ده كان كلامي معاه مباشر. لان هو لو قال لي انا مش عايزك انا كنت خلاص ما كانش بالنسبه لي. الجزئيه دي يا استاذ سعيد، هو مش المفترض المدير التنفيذي بيعمل في كيان اسمه النادي الاولمبي؟ اكيد. في فتره انتخابات، تمام، في رئيس حالي وفي مرشحين للرئاسه، بيفترض ان المدير التنفيذي يكون على الحياد تحسبا لرحيل الرئيس الحالي وقدوم رئيس جديد، ما يبقاش في نوع من الحزازيه. تمام. يعني انا من وجهه نظري ان المدير التنفيذي والموظفين بينقوا بنفسهم. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. هات لي انتخابات واحده في مصر كلها الاداره التنفيذيه كانت واخده يعني ايه، يعني مش عاوز اقول لك زي ما بيقول الكابتن وليد، انت بدون ما تشعر يعني انت حابب انسان. ما انا ليا صوت. تمام. انا في الجمعيه العموميه ليا صوت طبعا، بخش اديل اللي انا يعني شايفه ان هو في مصلحه النادي. تمام، القصه يعني انا كنت محايد، مش كنت واقف معايا، ما كنتش واقف ماسك حاطط تيشيرت احمد عفيفي. وبعدين خد بالك كمان، يعني انت فكرتني، هو باشمهندس انا ما كنتش ساعتها المدير التنفيذي. الباشمهندس راح طلب ان انا من عمرو شوقي اللي هو كان وقتها وكيل وزاره، طلب ان انا ما بقاش متواجد في الانتخابات. اصبحت حر. يعني انا دلوقتي اصبحت حر. ما بقتش ايه مدير تنفيذي، ما بقتش بقى خلاص هقف، المفروض خلاص بقف كعضو. فانتخابات 2012 انا كنت واقف كعضو.
ده اللي حصل بالظبط. تمام. لان انا قعدت 3 اسابيع او مده الانتخابات بناء على طلب المهندس طارق السيد وقائمته ان انا سعيد عبد النبي يبقى بره الانتخابات، انما انا عضو في النادي الاولمبي، فخلاص انا ما بقتش مدير تنفيذي. وقفت بقى مع الكابتن صلاح، وقفت مع الكابتن وليد، دي بقى حريه شخصيه. ده هو بطلبه ده حررك. حررني خلاص. طب استاذ سعيد، المهندس طارق السيد اثناء ما كان رئيسا للنادي وانت مدير تنفيذي، يقال ان هو قام باعداد ما يقرب من 14 دفتر من الدفاتر لمساعدتك في مباشره مهام عملك في اداره المنظومه الرياضيه، وانت لم تلتزم بهذه السجلات او الدفاتر. تمام. يمكن انت سمعت الكلام ده. برضه بص يا كابتن صلاح، المهندس طارق السيد كان عايز يعرف كل واحد بيشتغل ولا ما بيشتغلش. تمام. فمن خلال هذا الدفتر اللي هو السجل اللي انا هديه للاستاذ وليد وهديه لحضرتك وهديه للعامل وهديه لفلان، هو كل يوم يكتب انا عملت ايه. السجل في ايدي انا اهو، وانا اللي هكتب. هتكتب يا هكتب كل حاجه كويسه والدنيا خلاص. تمام. هل السجل ده اللي بيقول العامل ده اشتغل او ما اشتغلش؟ طب هل السجل دوت اللي العامل او الموظف او المدير بيكتب لنفسه؟ يعني انا بديلك تكتب لنفسك، هتكتب انا عملت ورحت ومسحت وجيت وقضيت وعملت. ما انا يعني مش لوجيك طبعا، مش لوجيك. يعني انا راجل، وهو الباشمهندس طارق يعلم هذا الكلام كويس جدا، انا راجل بنزل الف بنفسي على كل حته في النادي. يعني انا ليا سيستم الناس كلها الحمد لله عارفاه. باجي بالكبير اجي الساعه 8:30 النادي، الف على مكان في النادي، اطمن عليه على نظافته، على العمال في مكانها، كل واحد معاه ادوات النظافه بتاعته بنفسي. فانا بنزل بشوف العامل ده اشتغل. طب انا بدي جزاءات ليه؟ للي ما اشتغلش مثلا. بدي مكافاه ليه؟ هو انا بدي مكافاه، بدي هبه؟ بدي مكافاه لواحد اجاد اشتغل. فهل السجل ده، يعني انا كمدير تنفيذي حضرتك عايز تمشي ده، طب انا مش مقتنع بيه، انا فعلا مش مقتنع بيه، لان انت هتكتب اللي انت عايزه. طب ما تناقشش معاه ليه يا سعيد؟ ما تناقشنا. يعني ما قلتلوش ان دي حاجه يعني مش مقياس على عمل او مقياس لاداء العمل. بص يا كابتن وليد، احنا كنا في نهايه المجلس. يعني الكلام ده كله كان في نهايه المجلس، والباشمهندس طارق يعلم كويس جدا، والراجل في غيابي بيقول في اشعار. تمام. يعني انا بيوصلني كلام في قعدات، والراجل اللي انا بشكره يعني في اللقاء اهو، ان هو الراجل بيقول فيا كلام، وبيقول سعيد من احسن المديرين اللي جم على مدار تاريخ النادي الاولمبي. وانا بشكره طبعا على الكلام اللي بيقوله. هو عارف كويس ان انا بشتغل ازاي، وعارف طريقتي في الشغل ومقتنع بيها. بس احنا كنا في نهايه المجلس، ونهايه المجلس حصلت حاجات كتير بقى. يعني ايه، هو مش عاجبه اداء فلان سين من الناس، ومش عاجبه اداء فلان. سعيد اعمل لهم دفاتر وانت هتعرف بيشتغلوا وما بيشتغلوش. يا باشمهندس ما هيكتب اللي هو عايزه. وبعدين ما انت المدير نفسه، انت اللي بتقيم. لا يعني انا هقعد للعامل اللي بينظف الحمام وانا فوق، ما انا عشان ايه؟ اعرف يعني المفروض انا اللي اكتب له مثلا. طب انا هعرف دخل الحمام امتى ونظف امتى وما نظفش امتى؟ تمام. الا اذا انا نزلت وشفته بعيني، وكل يوم هكتب في الدفتر ده، في السجل ده نفس الكلام. يبقى احنا عايزين بقى عشان ال 300 بني ادم اللي بيشتغلوا في النادي، على فكره كانت المنظومه الاداريه مش الرياضيه. المنظومه الاداريه. عشان حضرتك قلت المنظومه الاداريه. هنعوز كام سجل كل سنه؟ انت عايز شركه دفاتر؟ كام سجل كل سنه؟ عشان بقى الكابتن صلاح مثلا ماسك، يعني هدي لك مثل، كابتن محمود الرمالي ماسك الملاعب. ماسك كام ملعب؟ 2. ماسك 2، وماسك الملعب المفتوح بتاع اليد والسله والرواد. ايوه. كل يوم بيحصل كام حدث على الملعب؟ اكيد احداث كتير. هيكتب كل شويه حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا وحصل، ورحت وعملت، وكان في ماسوره ميه ضربه وانا عملتها. طب ما احنا كل ده بنعمله. السؤال بقى، ايه اللي حصل عشان انا اعمل كده؟ ايه التقصير اللي حصل؟ يعني مثلا لقيت ماسوره ميه ضربه ومحدش صلحها،
لقيت النادي مش نضيف، الناس بتحلف لغايه دلوقتي بنظافه النادي الحمد لله. لقيت الصيانه مش شغاله صح، لقيت الملاعب النجيله بايظه، مفيش الكلام ده كله مفيش. فهي يعني انا كان ليا وجهه نظر، وهو قال كده الباشمهندس طارق، وانا بقول له من هنا اهو، هو قال انا هتابع الدفاتر بنفسي. بنفسه هو؟ بنفسي. يعني انا ماليش علاقه بيها، هو هيتابعها بنفسه. تمام. خلاص الدفاتر بقى كل واحد يستلم السجل بتاعه ويكتب فيه اللي هو عايزه، وهيجي يطلعه لمين؟ المهندس طارق بالظبط، رئيس النادي طبعا. وممكن يكون كاتب له انا عملت احسن حاجه في العالم، بالظبط، وانا شايف ان هو ما عملش حاجه. طب احنا الاثنين هنتعارض مع بعض. بس انت الاوقع، انت مدير النادي، انا اللي قاعد، انت التنفيذي، انا اللي قاعد يعني من الصبح بالليل في النادي، انا اللي شايف انا اللي شايف. ما اكون ما ممكن عامل ماسك سوري يعني ماسك المكنسه وما بيعملش حاجه. اكيد. استاذ سعيد عبد النبي المدير التنفيذي للنادي الاولمبي السابق، تقر وتعترف انه كان هناك اتفاق بينك وبين الكابتن ناصر الشاذلي قبل الانتخابات، يقضي ذلك الاتفاق بمساندتك له مقابل بقائك في منصبك كمدير تنفيذي، ولكن انت اشترطت الحصول على كافه مستحقاتك بالاضافه الى الحصول على خطاب يعني بيقول فيه ان انت قضيت فتره كذا في داخل النادي الاولمبي. لماذا تم الاخلال بهذا الاتفاق من وجهه نظرك؟ اولا الكلام ده فيه جزء صحيح وجزء مش صحيح. قول. انا لم اتفق مع الكابتن ناصر على اني هفضل في منصبي. تمام؟ كانش في اتفاق، تم في الاتفاق؟ طبعا ما حصلش. ما حصلش. وبرضه لو عايز حضرتك ترجع للي كانوا موجودين في القعده، والكلام ده الناس كلها عارفاه يعني. انا قعدت معاه واحنا قاعدين الناس كلها عارفه ان انا قاعد معاه. تمام؟ اللي كان يعني مرتب القعده اسامه جابر، واخد بال حضرتك، وكانت في بنك اسكندريه، وكنت انا مصطفى ابو زهره اسامه الشاذلي ناصر الشاذلي، احنا الاربعه. وهو الراجل كان عايزني اسانده، وانا وافقت مفيش مشكله ان انا اسانده. تمام. والراجل طلب مني ان انا افضل في منصبي، وانا رفضت ان انا افضل في منصبي، وانا بقولها كده اهوت. ليه بقى كنت لا انا رفضت ان انا افضل، لان انا كان عندي مشكله اهم ان انا اخلصها. تمام. يعني المشكله اللي كانت عندي اهم من ان انا ابقى مدير تنفيذي النادي الاولمبي، اهم من ان انا ابقى اي حاجه في الدنيا. تمام. لان دي المشكله دي بتمس ولادي وبتمس سمعتي وبتمس الدنيا كلها. تمام. تمام. فكان لازم اقعد واركز في المكيده اللي اتعملت يعني. تمام. اهم من بقائك قضيه 3 مليون جنيه. لا 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 كانت القضيه بتاعت الله يرحمه سيف. يعني انا معلش يعني انت واحد عندك حكم. تمام. طب انا اقعد بس انت ما صدرش ضدك حكم. ما صدرش، لا خدت براءه. يعني ماشي. ما هو انت خدت براءه امتى؟ انت خدت براءه امتى؟ واخد بالك؟ فانت كان اهتمامك انك انت تخلص القصه دي اهم مليون مره، اهم من اي حاجه في الدنيا. تمام. والكلام ده بص يعني في شهود، في اسامه الشاذلي، في اسامه جابر، في ناصر الشاذلي، مصطفى ابو زهره، في مصطفى ابو زهره. حتى كده قال لي طب اقعد معايا سنتين، قلت له ولا دقيقه. مصطفى ابو زهره طب اقعد سنه، يعني عرف الناس يعني ساعد الكابتن وبتاع، قلت له ولا ثانيه هقعد في النادي الاولمبي. الموضوع بالنسبه لي مقفول. تمام. فدي قصه مش مظبوطه. اتفقنا بقى على ايه؟ اتفقنا ده الطبيعي، هتاخد مستحقاتك، ده اقرها الكابتن ناصر، ده حقك، هتاخد مش هنكمل التصالح مفيش مشكله. حتى الكابتن ناصر مشكورا قال لمصطفى ابو زهره ويا مصطفى انا بقول لك كلام والكلام ده هيتذاع وعلى المسؤوليه وفي شهود كمان. مصطفى لو النادي ما فيهوش فلوس التصالح هدفعه انا وانت. هو مصطفى ابو زهره. تمام. وقعدنا وقمنا وتمام، والكابتن اسامه قال له طالما سعيد كده معانا احنا نقول مبروك خلاص، وخلصنا وتمام ووقفت معاه مفيش مشاكل خالص. انما جزئيه بقى ان انا طلبت وهو اخلي بالاتفاق، لا انا طلبت ولا هو اخلي بالاتفاق. طب خلينا، انت طلبت بمستحقاتك الماليه؟ طلبت بمستحقات الماليه، ده طبيعي. وهم وافقوا على كده؟ وهم وافقوا. طيب هل تم لا ما حصلش. ده سؤالي بقى. لا احنا بقى لا الجزء الاولاني خلاص انت وضحته موضوع مدير التنفيذي. لا خلينا في المستحقات الماليه والخطاب. لا ولا ده ولا ده، ما تمش حاجه. لا هتلجأ للقضاء؟ لا على ايه؟ طب وفلوسك؟ ما خلاص هي المده القانونيه انتهت، انت بتتشكي بعد سنه.
يعني كده نعتبر من فلوسك. حقك بص انت من حقك تشتكي، هو قانون العمل كده. تشتكي بعد سنه. تمام. انا مرت السنه واخد بالك، وانا كنت واخد 5000 وعد عادي ان فلوسي تمام وبتاع، وكان حتى طالع بيها ورقه من شؤون الافراد. ما رجعتش لمصطفى ابو زهره؟ احد الشهود اللي كانوا في القعده؟ رجعت له. كان رده ايه؟ ان شاء الله خير. ولحد دلوقتي خير. برضه؟ يعني اذا كان في اتفاق بما كان في اتفاق. مستحقاتك. لا ده الاكتر من كده، الاكتر من كده ان احنا بالظبط يوم 20 اللي هو اخر يوم ليا في النادي اجتمعوا بيا، والكلام ده برضه انا بقوله اهو، اجتمعوا بيا كابتن ناصر الشاذلي، حسن مفيد، استاذ وائل إريرا، احمد سعيد قطب، الخامس مين؟ عاصم زغلول. ده المجلس 5. انت بتقول مجلس وانا هكمل لك اللي حصل. سعيد طلباتك، قلت لهم طلبات احنا اتكلمنا فيها مع الكابتن ناصر. كابتن ناصر قال لهم يا جماعه انا اتفقت مع سعيد 1 2 3، ويا سعيد احنا اهو 5 فيهم الريس، يعني كده احنا واخدين قرار. انا بقول مجلس موجود معاه. ده الكلام كابتن ناصر كده. واحنا قاعدين في اوضه مجلس الاداره، احنا 5 خلاص. انتوا موافقين يا جماعه؟ موافقين خلاص مفيش حاجه. طب تمام خلاص يا جماعه ربنا يوفقكم، ولو احتجتوا حاجه انا تحت امركم وشكرا. ما حصلش حاجه خلاص. خلوا بتاني اتفاق. ما خلاص ما حصلش حاجه. لتاني جلسه مفيش برضه. ما هو انا بقول لك انا قعدت مع مجلس الاداره. وهل انت كده تعتبر تنازلت عن مستحقاتك الماليه يا استاذ؟ لا انا ما تنازلتش، انا خلاص ما بقاش من حق اخدها. ما هو انت كده ما اشتكيتش، ما هو انت مرت السنه وما اشتكيتش. انا اتقال لي اشتكي. انا برضو راجل ايه بتاع قانون العمل والكلام دوت، ما فيش اشتكي يا كابتن سعيد عشان، وبرضو بقول بالاسماء، اتبعت لي مع محمود الرمالي اشتكي عشان احنا مش هنعرف نطلع لك مستحقاتك الا بقرار. تمام مفيش مشكله. اشتكينا، قال لك لا ده راحوا النادي راح دافع بعدم قبول الدعوه لانقضاء المده. يعني في نيتهم برضه ما يدفعوش. خلاص بقى المده قانونا عدت. ما عدت. ما انت سبتني لما المده القانونيه تعدي ليه؟ انا ده اللي انا بتكلم برضه، كنت من اول ان هي موجوده برضه. بص يا كابتن انا عايز اقول لك على حاجه. الحمد لله يعني ايه الفلوس مش فارقه معايا. تمام. الحمد لله. وربنا مرضيني وزي الفل وما عنديش اي مشاكل ماديه الحمد لله. ولا الفلوس بتاعت الاولمبي كانت هتطلعني فوق السماء، ولا لما ما خدتهاش مش هلاقي اكل. الحمد لله زي الفل. انما هي الطريقه، هي الطريقه بس. فخلاص انتوا مش عايزين تدوني مستحقاتي او حقوقي، خلاص مفيش مشكله. ما تدينيش ورقه، ما تدينيش ورقه. هو مين في الدنيا ما يعرفش ان انا ماسك الاولمبي 13 سنه؟ لا الدنيا كلها عارفه. مين في الدنيا مش هيخش النادي الاولمبي هيشوف اسم سعيد عبد النبي على كل اللوحات اللي موجوده في الانشاءات؟ يا كابتن انا هقول لك على حاجه، ويمكن انت تصدقها او ما تصدقهاش، دي هترجع لك. انا لو المجلس جابني وقعد معايا وقال لي ظروف النادي الماديه لا تسمح انك تاخد مستحقاتك وتنازل عنها، قسما بالله العظيم كنت اتنازلت عنها. تمام. ده لو عملوا كده ما عنديش مشكله خالص. جميل. خلاص. هو كمان انا ما بقاش من حق اخدها لان خلاص قانونا خلاص انتهى. تمام. لكن انت بتتكلم في حته التقدير. في حته التقدير. حته بقى انت مش عايز تديني انا شغال ايه؟ طب ما الناس كلها عارفه انا شغال ماشي. طب النهارده يعني بص المؤمن القوي. لا انا لا هقول غدر ولا خيانه. معنى ايه؟ طب انت تسميه ايه؟ يعني انا هسميه هقول لحضرتك. لا كانوا في وفاء بوعد الراجل كلمه وصف. انا هقول لحضرتك على حاجه. هقول لحضرتك على حاجه. ما كانش في وفاء بالالتزام. انا التمس للكابتن ناصر الشاذلي العذر انه يمكن حاول وما قدرش. طب كان يقول لك. ما انا ما اعرفش الظروف ايه، ممكن متحرج مني عادي ما فيش مشاكل خالص. يعني هو ممكن مش قادر ما قدرش يعمل حاجه، حاول وما قدرش. خلاص المجلس قال له لا سيبه يضرب دماغه في الحيطه مثلا. عادي. طب التماسك للعذر دوت زي ما انت بتقول كده، ده برضك اعتراف ضمني بان انت متنازل او بتعتبر نفسك خلاص مالكش حق في ما خلاص انتهت خلاص انتهت. تمام. هي خلصت. ما انا مش فارق. بص والله ما فرق معايا. الالتزام في الحقوق مش متعلق بقانون، التزام الرجل كلمه. بص انا عايز اقول لك على حاجه. انت مش عايز، انت مش شايف ان ده مش من حقي، خلاص
طب اتفقت عليه ليه من الاول؟ مفيش مشكله، انت شايف انه مش من حقي، مش من حقي، جايز ان انت لما اتفقت عليه ما كانش الرؤيه واضحه عندك، جايز قعدت مع مستشار قانوني وقال لك لا ده مش من حقه، جايز حاجات كتيره جدا، انما بقى هنقول غدر، هنقول خيانه، هنقول الكلام ده كله ولا هيفرق، مش هيفرق يعني. طب استاذ سعيد، ايا من المجالس التي عاصرتها كانت اكثر انجازات على ارض الواقع بالفعل؟ مجلس عفيفي ام مجلس المهندس طارق السيد ام المجلس الحالي؟ لا مجلس عفيفي طبعا. اكتر انجازات؟ طبعا. ده انت تمشي تشوف الانجازات بنفسك يعني، مش هي بتتكلم عن نفسها. اصل انا يعني اتعلمت حاجه من الله يرحمه ويحسن اليه اللي هو بشر حرب، استاذنا ومعلمنا يعني، واللي بندله بالفضل في ان احنا يعني كنا في اماكننا، الله يرحمه. قال لي كده كلمه يعني كان بيقولها لي انا واحنا قاعدين مع بعض كده، قال لي سعيد انجازاتك اللي على الارض، خد 100 دوري وخد 100 كاس، انجازاتك اللي على الارض. يعني اللي على الارض يا ست اللواء قال لك تبني صاله، تبني مبنى اجتماعي، تبني، ده قاعد، ده موجود، وده اللي عمله الاستاذ احمد عفيفي. الاستاذ احمد عفيفي عمل، وانا مش بجندله، انا كنت شريك معاه وكنت ماشي معاه المشوار ده، والراجل كنا نبقى ماشيين من النادي الساعه 1:30 بالليل، الصبح الفجر يصحيني، يا استاذ احمد اتفضل انزل رايحين القاهره. تمام. عمل صاله مغطاه، عمل مركز خدمات، عمل المطعم اللي هو دلوقتي اللي كان بيلا، عمل حديقه الاطفال، عمل سيخ مشوي، عمل بنيه تحتيه. انت كنت ما تيجي، طبعا انا برضو الشيء بالشيء يذكر للفريق احمد صبري سليم اللي برضو ليه ايادي بيضاء وليه علامات يعني سهامات كبيره جدا في النادي الاولمبي. هو كان صاحب الطفره الاولانيه في قصه الصاله، وهو الراجل ربنا يديله الصحه اللي حط حجر الاساس مع الوزير حسن صقر. واول شيء جه الصاله، انا كنت مدير الشؤون الماليه في الوزاره ب 2 مليون، انا اللي ليا توقيع اول وانا اللي موقعه ايام استاذ علي ادريس الله يديله الصحه يعني. فلازم كل واحد ياخد حقه. يعني استاذ احمد عفيفي اكتر واحد عمل انجازات على الارض، دي حقيقه. تمام. اللي نيجي بعد كده ماشي نشوف كل واحد عمل ايه بالظبط، ما احنا نشوف. يعني كان حمام السباحه تحط ايدك هنا تلاقي حته غايره، تيجي تعملها تلاقي حته تانية واقعه، تيجي تعملها. الراجل كان بياخد، كان عندنا الغلايات شغاله بالسولار والمبدلات بتاعتها متهالكه، كان يعمل اتصالات بالفريق احمد صبري سليم وهو بره، وتيجي شركه الترسانه البحريه تاخد المبدل بتاع الغلايه وتصلح وتعمل. لا احمد عفيفي عمل شغل كبير في النادي دي الامانه. استاذ سعيد عبد النبي، بصفتك عضو جمعيه عموميه وليس مديرا تنفيذيا، انت عضو جمعيه عموميه داخل النادي الاولمبي، كيف ترى وكيف يكون تقييمك لاداء المجلس الحالي برئاسه الكابتن ناصر الشاذلي؟ وهل ترى ان هناك انجازات ملموسه على ارض الواقع لذلك المجلس؟ اولا انا مش من حقي اقيم المجلس اللي موجود، تمام، لان انا لم تابع الميديا ولا بروح النادي ولا بشوف حاجه. يعني انا ما اعرفش ايه اللي عملوه ايه اللي ما عملوش، عشان انا حضرت حاجات بعناية وبايديا وشايفها على الواقع. يعني ممكن اقول لك طارق السيد عمل ايه انجازات كانشاءات، هقول لك عمل التراس وعمل حمام السباحه اللي هو ال50 متر، واخد بال حضرتك. انما انا ما بروحش النادي ومش متابع اخبار النادي، ما اعرفش حاجه عن النادي خالص. يعني كده انت انفصلت عن النادي تماما كعضو جمعيه عموميه، مش عايز تسمع حاجه عن النادي، مش عايز اسمع حاجه، لان واضح كده ان انت بتقول ما عندكش اي معلومات، يعني مش عايز تسمع حاجه عن النادي. يعني عملت، بص، في فرق بين اريز وديليت في الكمبيوتر. ديليت ممكن ترجع، اريز دي بتلغي خالص، بتشيل خالص ما بترجعهاش. ايه اللي وصلك للحاله دي؟ خلاص انا بص يا كابتن وليد، الوقت اللي انا هضيعه في ان انا اقعد، انا ما اصل انا شفت الناس اللي كانت بتحاربني وشفت المجهود اللي بيبذلوه عشان يحاربوني ويحاربوا المجلس، بيبذلوا مجهود غير طبيعي في الحرب، ويروحوا النيابات ويروحوا مش عارف ايه ويروحوا ايه ويصرفوا ويعملوا وبتاع وما بيناموش. هل انا دماغي صغيره عشان اوصل ان انا اقعد عشان اشوف مجلس ليه اخفاقات او مجلس بيفشل فانا حاربه، فانا افضل الف في النيابات وافضل؟ لا طبعا. الوقت اللي انا هجريه عشان احارب وليد اجريه عشان انمي شغلي.
اجريه عشان اكبر شركتي. ده وجهه نظري. لا هو محدش قلبك تحارب او حد قال لك تتابع، لا هو المقصود انت كعضو نادي، يعني انا كعضو نادي في ناديه بشوف اداء المجلس فيه نجاح رياضي، في فرقه كوره، في فرقه باسكت، في فرقه طايره، اكيد انا بسمع الكلام ده. هو مش معنى حرب او مش معنى ان الواحد في السؤال بيقول لك حارب مجلس، لا بص يا كابتن، متابعه رياضيه حتى على الأقل. انا جيت انت في مجال رياضي، انا جيت المجلس واحنا في الممتاز، تمام، في الدوري الممتاز، مظبوط يا كابتن؟ تمام. نزلنا درجه ثانيه، تمام. ده ايه؟ فشل؟ لا، دي امكانيات نادي. هو امكانيات النادي الاولمبي لا يستطيع ان يفضل في الدوري الممتاز. تمام. هتفضل تحارب وتطلع الدوري الممتاز وتصرف دم قلبك وهتروح ايه؟ نازل تاني. اكيد نادي الاتحاد بيصرف قد ايه عشان يفضل في مكانه؟ كتير طبعا، ميزانيه كبيره، ميزانيه غير طبيعيه، تمام، قد ميزانيه الاولمبي 4 مرات. اكيد. ده غير الاستاذ محمد مسلحي مساهماته دي قصه ده ما حدش يقدر عليها. اللي بيعمله محمد بيه مسلحي ده ما حدش يقدر عليه، وما حدش يعرف يعمله غير الاستاذ محمد مسلحي. فالقصه دي امكانيات. نزلوا في الباسكت، نزلوا في القدم، نزلوا في اليد. هو ظروف النادي كده، هي ظروف النادي الماديه اللي بتحكم. الظروف الماديه، الظروف طبعا. انت النهارده عايز تجيب رونالدو، طيب هو الاهلي بكل امكانياته يعرف يجيب كريستيانو رونالدو؟ لا طبعا. طيب ما جابوا بيلعب فين؟ في الاتحاد ولا بيلعب فين؟ تمام. جابوه بيدفعوا له مليارات. تمام. فهي القصه كلها امكانيات ماديه. بس في انديه يا استاذ سعيد اقل امكانيات من الاولمبي وما عندهاش ملاعب كوره وصعدت مره ومرتين للدوري الممتاز. نادي زي الرجاء، الفكر هو ما هو بص اي نجاح. الرجاء يعني زي ما المثل البلدي بيقول الشطره بتنزل برجل حمار. اصعد، بص يا استاذ سعيد، اصعد للدوري الممتاز وبيع لعيبه واكسب وانزل تاني واصعد. وبعدين الاولمبي نادي كوره. فين الرجاء دلوقتي؟ في الدرجه الثالثه. خلاص يعني يعتبر خلاص انتهيت. انت مش زي النهارده ده نادي الاولمبي ازاي يا كابتن؟ انت طول عمرك في المجال الرياضي. تمام. الفرق الصغيره دي خلاص خلينا نعترف ان الاولمبي ده مش الاولمبي بتاع 65 66. تمام. اكيد هو نادي كوره، بس مش هو بتاع 65 66. طبعا. وكانت القوه السياسيه اللي ورا النادي الفريق اول سليمان عزت، قوه سياسيه غير طبيعيه. البحريه كلها كانت ورا النادي. تمام. يعني انت بتتكلم في ايه؟ في دعم كبير طبعا. طب نيجي تاني، الفريق لما نزل وطلع، مين اللي طلعه؟ طلع في عهد الفريق احمد صابر سليم. يبقى الفريق خد دوري، والفريق احمد صابر سليم طلعه دوري ممتاز. صح. الفريق عايز يعني ظهير قوي، عايز ظهير قوي، عايز علاقات. عايز يعني انا ممكن اتصل بالكابتن وليد عنده لعيب كويس وبعلاقات اجيبه من غير فلوس. فالدنيا مش تعرف تجيب رجال اعمال تدعم النادي. مفيش حد بيدعم النادي الاولمبي على مدار. انا بقول لحضرتك الاستاذ احمد عفيفي رجل اعمال وعمل في النادي حاجات كتير، بس معلش هو الراجل ادى وقته ومجهوده وفكره، انما ما اداش فلوس. يعني كانت الفلوس بتتصرف في اضيق الحدود. يعني مش اقل واحد في نادي الاتحاد والكابتن وليد وحضرتك تعرف الكلام دوت، ممكن واحنا قاعدين كده كل واحد يطلع مليون، كل واحد هيطلع مليون. مظبوط. دي حقيقه. في الاولمبي اكتر كمان. في الاولمبي مش هيحصل الكلام ده طبعا. الاولمبي تركيبته وظروفه غير خالص. استاذ سعيد، رايك وتعليقك على ازمه استبعاد نائب الرئيس الاستاذه ماجده الغلباوي، ورايك في القرار ده ايه؟ هل المجلس على صواب من الناحيه القانونيه ام غير محقين قانونيا؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. طبعا استاذه ماجده اخت وصديقه، وطبعا كانت معايا في مجلس 2008 4 سنين. النهارده النتيجه هي اللي بتقول. يعني النتيجه ايه؟ انا على حق وصواب، يبقى ارجع للمجلس. طب هي ما رجعتش المجلس لغايه دلوقتي، انا ما اعرفش ليه. هي قلت احكام بالعوده والاحكام لم تنفذ. ماشي. طب ما انا عايز اقول لحضرتك، ما لسه راجع واحد اسمه حسن عبد القادر. تمام. طب ما هو واخد حكم ورجع. ورباعي نادي سموحه. ورباعي نادي سموحه، والراجل دخل النادي والنادي امتثل وطلعوا له كارنيهات وموجود وشايفه على الفيسبوك، الناس بتستقبله في النادي وتمام عادي. اذا النادي مش معترض اهو. النادي لما بتاخد حكم واجب التنفيذ،
بينفذوا. تمام. ولا الكلام ده مش مظبوط؟ تمام. ما احنا عندنا الحالتين، حاله الاستاذه ماجده وحاله حسن عبد القادر. طب حسن عبد القادر رجع والاستاذه ماجده ما رجعتش، ايه اللي في النص احنا مش فاهمينه ومش عارف. طب بالنسبه لقرار استبعادها من جانب النادي، احنا بنتكلم في جزئيه رجوعها، قرار الاستبعاد ما انا انت استبعدتني برضو، صاحب القرار استبعدها بناء على ايه؟ 1 2 3 4. انا برضو ما قريتش هو استبعدوها ليه. تمام. انما كون ان هم استبعدوها لغايه دلوقتي ما رجعتش، لغايه دلوقتي احنا بنتكلم ايه على الواقع اللي قدامنا. ايوه. هي لغايه دلوقتي ما رجعتش، يبقى اللي استبعد معاه حق. طب لما ترجع يبقى هم قرارهم غلط. يعني انا ما اقدرش اقول لك ان قرارهم غلط لان هي لسه ما رجعتش. تمام. يعني انت القضاء، ما انا معايا حكم، ازاي حكم لغايه دلوقتي ما اتنفذش؟ ازاي؟ انا برضو عايز افهم. انا بسمع ان الاستاذه ماجده معاها احكام. تمام، معاها احكام واجبه التنفيذ. تمام. زي ما دخل حسن نفذ، ما تخش هي وتنفذ. ما هو الناس لما راح حسن ما قالوش لا اطلع بره. ولا الكلام ده مش مظبوط. فاكيد لو معاها احكام وهتروح تنفذها هيتنفذ طبعا. ما حدش يقدر يعني يخالف القانون. اكيد. الاستاذ سعيد عبد النبي المدير التنفيذي للنادي الاولمبي والنادي اليوناني، خبره طويله اداريه كبيره. من وجهه نظرك ما هي اكثر المعوقات التي تواجه منصب المدير التنفيذي في اي نادي؟ اكثر المعوقات اللي ممكن تقابلها؟ تدخل اعضاء مجلس الاداره في شغل المدير التنفيذي. الاول زمان كان اسمه مدير عام النادي. جه الوزاره نزلت لائحه وعدلت المسمى لمدير تنفيذي باختصاصات. يعني المدير التنفيذي في اللائحه له اختصاصات. يعني ما حدش بيتجب عليه ويقول له لا دي اختصاصاتك احنا بنديها لك، لا، هو ليه اختصاصات، هو والمدير المالي ورئيس النادي ومجلس الاداره. اختصاصات محدده جوه اللائحه. فانا ليا 12 اختصاص. لما يجي عضو مجلس اداره يخش ويدخل نفسه في اختصاص من اختصاصات المدير التنفيذي، هنا المعوق. لان انا ليا وجهه نظر. وبعدين انا دايما اقول ايه؟ يا مجلس الاداره على الترابيزه يحط سياسات النادي، قراراته، يحط قراراته، يحط الاطر اللي الناس هتمشي فيها، وانت التنفيذ. وبعد كده مدير بياخد ينفذ. خلاص تعالى المدير راح شمال، راح يمين، حاد عن هذه المنظومه اللي عملها مجلس الاداره، يتحاسب. انما انت مثلا ما تجيش انا مثلا هوقف عامل او هجازي عامل ويروح جاي طالع عضو مجلس اداره لاغي الجزا، ما انت اضعفت المدير التنفيذي. انت كده خليت المدير التنفيذي قدام الموظف او العامل ملوش كيان. اضعفت قراره. خلاص اضعفت قراره، انتهينا. مثلا عضو عمل مشكله، خدت قرار ووقفته. اللائحه بتقول ان انا احقق مع العضو، ولو ثبت ان هو عمل المخالفه بديله اللي هو الاسبوع. تمام، بديله الاسبوع ده من حقي. لما اجي انا مثلا اعلق قرار ويروح جاي رئيس النادي او عضو من اعضاء مجلس الاداره يشيل الايقاف، فانت خلاص كده، خلاص بقى العضو هيخش يضربك. عانيت من حاجه من دي يا استاذ سعيد؟ مريت بالفتره دي؟ بالامانه يعني كانت نادره جدا. بالامانه انا يعني خلال الفتره اللي انا قعدتها، انا يعني الحمد لله وانا بشكر المجالس كلها، انا كنت بتعامل بالظبط كانه واحد من اعضاء مجلس الاداره. وكان في كتير من المواضيع بياخدوا فيها راي في حاجات في لوائح او في قوانين او حاجات فنيه، ويقول لك طب نسال سعيد ايه الموضوع ده هيتعمل ازاي، ونقول. وساعات كتير جدا كان رايي بيتعمل بيه. تمام، لان انا بتكلم بلوائح وقوانين. اكيد. يعني احنا مش بنتكلم اجتهادات. فدي كانت نادره جدا معايا، ما حصلتش كتير. استاذ سعيد، ما هو رايك في قرار ايقاف نائب رئيس النادي السابق الكابتن ابراهيم الشيخ؟ رايك؟ يعني انا لو موجود كمدير تنفيذي مع مجلس هيجي يوقف الكابتن ابراهيم الشيخ، انا بقول يا جماعه الكابتن ابراهيم الشيخ قيمه كبيره جدا في النادي الاولمبي. الكابتن ابراهيم الشيخ، وانا برضو مش بجندله او بقول كلام عشان هو صاحبي، لا. كابتن ابراهيم الشيخ انا عاشرته فتره طويله جدا، ولغايه دلوقتي احنا على تواصل مع بعض. هو راجل جدع جدا، بيحب الكيان،
من الناس اللي قلبها على المكان ونفسه يبقى الاولمبي في احسن حته في الدنيا، من الناس القليله اللي هو تحس بان الاولمبي بيجري في دمه. فانا النهارده لما اجي، ابراهيم الشيخ كان عضو مجلس اداره، ابراهيم الشيخ كان ماسك مدير كرة اليد متطوع، ابراهيم الشيخ ليه اسهامات ماليه في النادي انا شاهد عليها، اسهامات ماليه ما كانش يعني بيديها ما بتتردش تاني. ابراهيم الشيخ ليه مواقف سلف النادي في عز الازمه وفي عز الثوره، كان ليه اكتر من 180,000 جنيه. ابراهيم الشيخ كان بيسيب فلوس في خزنتي، لما يبقى في موقف لعامل او لحد يتصل بيا سعيد ادوا فلان. دي مواقف يعني انا بقولها لان انا عشتها، شاهد على العصر، شاهد على العصر. ليه حاجات بتطلع منه انا بعتبرها هو الراجل بيحب المكان، بعبر عن رايي بطريقه مش عاجبه حد او مضايقه حد، انما برضو اراعي التاريخ الكبير دوت للكابتن ابراهيم الشيخ. انا كان ممكن اجيبه وكابتن الموضوع 1 2 3 وانت تجاوزت في الحدود ديت وانت عشان مكانتك وعشان صدقني ابراهيم الشيخ مكان هيكتب حرف تاني. يبقى في عتاب بالشكل ودي بالظبط كده، لان احنا حطينا سنه وانا بقولها يعني ان احنا ممكن نهين رموزنا. ابراهيم الشيخ رمز من رموز النادي الاولمبي ورمز من العمل الاداري كعضو مجلس اداره وكنائب لمجلس الاداره، ودي حقيقه محدش هيقدر ينكرها. فاحنا دلوقتي حطينا سنه ان انا ممكن رئيس مجلس اداره طلع غلط يا سيدي هوقفه، عضو مجلس اداره هوقفه، ماشي، هو عضو مجلس الاداره مش او رئيس مجلس الاداره او نائب رئيس مش فوق القانون، مش فوق القانون، ولكن انا اجيبه واتكلم معاه، خصوصا ان انا العلاقه ما بين ناصر الشاذلي وابراهيم الشيخ انا اعلمها جيدا، علاقه قويه جدا، وكان بيحصل مواقف والكابتن ناصر بره النادي ما كانش بيجي النادي خالص، ومع الاستاذه نجلاء انا بقول اهو اسماء برضو، مع الاستاذه نجلاء كان يقول سعيد نجلاء محدش يقرب لها، دي وصيه الكابتن ناصر الشاذلي. ده الكابتن ابراهيم ده انا بقول لك كلام اهو، انا كنت اعرف منين ان الكابتن ناصر دي مثلا قريبه الكابتن ناصر؟ ما اعرفش. كابتن ابراهيم محدش يجي جنب نجلاء لان دي وصيه الكابتن ناصر. فانا شايف ان القرار برضه انا ما اعرفش يعني كان ايه التبعيات بتاعته، يعني ايه الكلام اللي قاله الكابتن ابراهيم عشان يتوقف عليه 6 شهور، برضه مش متابع، بس يعني شايف ان الطريقه كانت تتعالج بطريقه تانية، يعني مش عارف. حضرتك قلت لو كنت مدير تنفيذي كنت تقدر على احتواء المشكله دي وتقنعهم. كان ممكن من وجهه نظرك يا استاذ سعيد ومن خبرتك، هل ترى ان هناك من تدخل لافساد العلاقات بين المجلس وبعض الرموز داخل النادي؟ بيتهيألي في حد بيلعب دور خفي عشان يفضل الدنيا مولعه كده، وده بالعكس ده مش في مصلحه العمل. يعني انا كمجلس المفروض وكمدير تنفيذي اشتغل باريحيه، اشتغل في جو كويس في موده وفي حب. يعني انا ليه يعني المجالس المتعاقبه ورا بعضها ليه مش بتتعاون مع بعض؟ ليه كل مجلس يبقى عايز يولع في المجلس اللي قبل منه؟ ليه؟ ما ده كلهم ولاد النادي الاولمبي، كل المجالس اللي جت. هي دي علامه الاستفهام المحطوطه يا استاذ سعيد. يعني اذا نظرت الى نادي الاتحاد السكندري مفيش الكلام ده. فتره دخول الاستاذ محمد مصلحي للترشح، وجود 3 رؤساء، الدكتور عفت السادات والمستشار حازم ابو هاشم، الدكتور محمود مشالي، ال3 بيدعموه. طب يعني هنا علامه استفهام داخل النادي الاولمبي. والكابتن محمد مصلحي لما هيجي وهو قرر خلاص انه مش نازل تاني وهيجي رئيس تاني هيقف هو بنفسه وهيدعمه. حلو، هو ده اللي بيخليني احط علامه استفهام داخل النادي الاولمبي. انا مش لماذا يفعل ابناء الاولمبي ذلك في بعضهم؟ كلهم ولاد الاولمبي، كلهم بلا استثناء ولاد الاولمبي. يعني انت ما تشوف المجالس كلها، كل المجالس هات لي واحد يعني مثلا ايه عضو جديد وطلع فوق في المجلس، كلهم متربيين في النادي الاولمبي وكلهم ولاد النادي الاولمبي وكلهم. انت شايف حد بيقوم بدور خفي؟ في حاجه مش طبيعيه لافساد الجو دوت، مع ان بالعكس يعني انا عايز برضه اقول حاجه، ان المجلس الحالي محظوظ. المجلس الحالي
اللي هو برئاسه الكابتن ناصر مجلس محظوظ. ليه؟ احنا كل يوم الصبح الساعه 8 ويمكن قبل 8 يمكن بعد الفجر، يعني بعد بيقول لك بتصلي الفجر وربنا بيوزع الارزاق. احنا كانوا بيصلوا الفجر وربنا ايه بيسلط على الشكاوي. تمام. كل يوم الصبح كان بيتعمل فينا 50 شكوى. انت تيجي تبني تراس تلاقي الحي نازل لك 50 مره، تيجي تبني حمام سباحه تلاقي 50 لجنه نازله لك. النهارده مجلس بتاع الكابتن ناصر الشاذلي يعمل بأريحية، مفيش حد بيشتكيه. هات لي واحد بس عمل شكوى في المجلس ده، واحد. رغم ان في عنصر في مجلس الكابتن ناصر كان بيشتكيكوا في المجلس ده عادي. احنا كل يوم انا بقول لك كل يوم الصبح مثلا تلاقي 20 30 شكوى. فاحنا النهارده انت مجلس بتشتغل بأريحية، الناس سايباك، محدش بيعكسك، محدش بيضايقك، محدش بيعمل فيك شكاوي، ايا كان اللي بتعمله صح غلط محدش بيعلق عليه. اما يعني كانت الدنيا مشيت افضل من كده. يعني كان انا رايي كانت الدنيا مشيت افضل من كده. طب استاذ سعيد، ايه القرار اللي اتخذته يوما ما وشعرت بالندم عليه؟ اني رجعت الاولمبي تاني. رجعت الاولمبي تاني بعد انهي دوره؟ بعد 2014. ده القرار اللي والله. يعني انا لو رجعت تاني انا ما كنتش رجعت الاولمبي تاني. ندمان عليه. حقيقي. والله شفت من القرار ده تبعيه غير طبيعيه. يعني ان الناس انت ما حد يشوفك بتشتغل وبتنجح المفروض يعني يدعمك، انما اما انت حد يشوفك بتشتغل وبتنجح وكل يوم بتقدم فيك شكوى، كل يوم على الله بتتقدم فيك شكوى. طب هل الشكاوى اللي كانت بتتقدم فيك شخصيا دي هل ناس طمعانه في مركزك ولا نكايف في المجلس؟ والله بص انا يعني ايه اقعد كده ابص وافكر شويه. طب فلان كان بيشتكيني، طب ايه الموقف اللي بينه وبينه؟ ما لاقيش فيه مواقف، يعني ما فيش حاجه، مش موقف شخصيه خالص. انا من الناس اللي ما بتحبش تعمل عداوات مع حد. يعني انا عندي سلام مع نفسي ومش بحب اعمل عداوات مع حد. من الناس اللي بحب يعني لو في ايدي حاجه اقدر اساعد بيها حد بساعد، مفيش مشكله خالص. يعني محدش طلع لي مكتبي على مدار ال 13 سنه والحمد لله كانت مشكلته تتحل قانونا وفي اطار القانون واقدر احلها بحلها له من غير ما يوجع قلبه ومن غير حتى هو ما يفكر في الحل، بحلها له. فالنهارده انت وليد بيشتكيني، انا ما اعرفش كان بيشتكيني ليه. طب ايه الموقف؟ يعني انت حتى لما تسال فلان ده ايه الموقف اللي بينك وبين سعيد؟ مفيش حاجه. طب وعضو النادي اللي اشتكاك بايصال امانه مضروب واثبتت براءتك بعد كده، ايه السبب اللي دعاك كده؟ والله هقول لحضرتك على حاجه. هل كان متحرض عليك ولا؟ لا انا هقول لحضرتك اللي حصل بالظبط ايه. احنا كنا قاعدين في مجلس، في جلسه من جلسات مجلس الاداره، وكان المهندس طارق طبع بوست اللي هو الكابتن دوت، طبع له بوست وقال يا جماعه فلان الفلاني دوت عمال بيشتم فينا وبيعمل وبيسوي وبتاع. انا قاعد ماليش علاقه بحد. طلع البوست وراح موزعه لاعضاء مجلس الاداره. حتى البوست ده ما كانش داخل بند في جدول الاعمال، مش داخل بند خالص في جدول الاعمال. رئيس النادي اخرجه كده يعني هو طبعه من عنده وجابيه. فالجماعه طبعا لا ما ينفعش وبتاع، وراحوا اصدروا قرار بوقفه. تمام. ايه دور انا في القصه دي؟ انت دورك مدير تنفيذي منفذ للقرار المجلس بس كده. يعني انا فطبعا ولاد الحلال قالوا له ده سعيد عبد النبي اللي وقفك. ما هو سعيد عبد النبي ده كان كل حاجه، هو المجلس وهو مدير تنفيذي وهو العمال وهو الموظفين وهو كل حاجه، هو الشؤون القانونيه كمان. تمام. ده اللي حصل بالظبط. وبدات طبعا المشكله من هنا، وبدا بقى انت فاهم بقى كل يوم شكوى كل يوم بتاع، وخلاص الحمد لله. بس المفروض كان يفهم ان في مجلس اداره يعني هو اللي اصدر القرار ده. ما هو بص النهارده يا انت فاهم ان انا والعياذ بالله انا مش كده يعني اقوى من مجلس الاداره وبمشي كلامي عليهم، يا اما انت فاهم ان انا اقدر لما ياخدوا قرار الغيه او اوقفه، والاثنين شبه بعض والاثنين انا ما اقدرش اعملهم. طبعا. يعني لا انا اقوى من مجلس الاداره ولا انا هم لو خدوا قرار اقدر اوقفه. خلاص احنا بنقعد نقول ايه يا جماعه بلاش، احنا مش عايزين مشاكل، مش عارف فلان، وهم للاسف هو المهندس طارق كانوا صحاب جدا.
هو كان ليه شطحات كده فنزل بوست والمهندس طارق عرضه وخد ايقاف بس. استاذ سعيد، كيف ترى من وجهه نظرك اهتمام بعض مجالس الادارات بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتاثر بها وتاثر قراراتهم بها ايضا من وجهه نظرك كمدير تنفيذي؟ اما انا بص، اعتقد انا اللي حصل مع الكابتن ابراهيم الشيخ كان من مواقع التواصل، يعني حاجه من مواقع التواصل. يا كابتن وليد، انت لو عايز تشتغل هتفضي ذهنك للنادي ومشاكله وازاي تطلع بالنادي دوت. ازاي لو احنا عندنا ازمه زي ما الناس بتقول احنا عندنا ازمه في النادي، طب انا بدل ما اقعد افكر وابص على كل واحد عمل لايك وابص على كل واحد عمل كومنت وده قال ايه وده قال ايه، لا، طب ما انا اقعد افكر انمي موارد النادي ازاي، اقعد افكر اطور النادي ازاي، اقعد افكر اجيب يعني اخد وقت دوت اللي انا بفكره انتقم من صلاح عشان عمل لايك، وانا ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط، بس هو ده اللي بيتقال. فالنهارده لا طبعا اهتمامك بمواقع التواصل الاجتماعي ده بيأثر عليك وعلى كأداء وبيأثر عليك في كل حاجه، بيأثر عليك. حتى انت يعني انت لو ما شفتش، يعني انا عملت لايك يا سيدي لواحد قال كلمتين عليك انتقدك، انت لو ما شفتهاش هتقابلني كويس، مظبوط. انت لو شفتها هتبقى شايل مني اكيد، وممكن انا قايلها كده يعني مش بعفويه، مش قصدي حاجه. فلا أنا المفروض انا مواقع التواصل الاجتماعي دي، واحنا حاطين عندنا اللائحه، انا بستغرب برضه اللائحه بتاعتنا بتقول ان لما حد بيعمل حاجه على مواقع التواصل الاجتماعي لازم تثبت بالطرق القانونيه قبل موقفك، اللي هي تعمل بيها محضر، اللي انت تروح لمباحث الانترنت، ومباحث الانترنت يقول لك ان انت اللي منزل ده في لائحه النادي، دي في لائحه النادي يعني يبقى تتخذ اجراء قانوني قبل ايقافك، قبل الايقاف. ده لازم، ده هي اللائحه كده، انك تروح مباحث الانترنت وتثبت ان دي صفحه فلان اللي هو غلط فيك، وبعد كده لما مباحث الانترنت تقول لك الكلام ده مظبوط تبدا تاخد معاه اجراء. يبقى اذا اي قرار صدر بالايقافات بيشوب العوار. انا اعتقد ده مش اللائحه مش كده خالص. استاذ سعيد، من وجهه نظرك اي من هذه الاسماء من وجهه نظرك يصلح لرئاسه النادي في الدوره القادمه؟ المهندس طارق السيد، العقيد محمود شتا، المحاسب احمد عفيفي، كابتن ناصر شاذلي، ام رئيس اخر بدرجه رجل اعمال اللي انت شايفه لمصلحه النادي؟ الرئيس الاخر ده اللي انت توقفت عشانه ولا ايه؟ الرئيس الاخر اللي انا توقفت عشانه بالظبط. بص يا كابتن صلاح، كل واحد في دول ليه ميزه. تمام. يعني الاستاذ احمد عفيفي ده رجل انشاءات من طراز فريد، يعني ما يتكررش في النادي. المهندس طارق الراجل اداره من طراز اول، وعنده قبول عند الناس وعنده سعه صدر وعنده حاجات كتيره جدا مش متوفره عند حد تاني. الكابتن ناصر يملك الخبره ان هو ادار النادي اهو لمده 4 سنين. تمام. العقيد محمود شتا انا ما اقدرش احكم عليه لان شاب لسه برضه صغير وما خدش حتى تجربه ان هو يبقى عضو مجلس اداره، يعني الستيب الاولانيه. يعني كابتن ناصر كان امين صندوق، ويعني ليه باع في القصه الاداريه يعني. تمام. كابتن طارق ليه باع كبير جدا في برضه كعضو كامين صندوق وكرئيس نادي دورتين. فالاستاذ احمد عفيفي استاذ انشاءات. النادي الاولمبي خلاص ما بقاش فيه، مش محتاج انشاء، ما فيهوش طوبه تتحط، خلاص انتهى، خلصت، يعني مش هتعرف تبني فيه طوبه تاني، خلاص انتهينا. عندك بقى الكابتن ناصر بيملك الخبره اللي هو، بس هو يعني اللي انا اعرفه وده دار في القعده اللي احنا كنا قاعدينها اللي انت سالت عليها في الاول، ان هو قال انا 4 سنين مش هنزل تاني. يعني هو قال كده في قال كده طبعا ده قال كده. ده طبعا الايام بتغير الاقاويل، الله اعلم، بس ما اعتقدش، لان هو كان في اوقات كتير ما كنت بتقابل مع الكابتن اسامه وكده كان بيقال ان هو يعني عليه لود جامد جدا من النادي ومن مهام النادي وكده. استاذ سعيد، ما تعليقك بشان مطالبه البعض داخل النادي بترشح محمد بجاد رجل الاعمال السكندري لرئاسه النادي الاولمبي؟ تعليقك ايه؟
هو انا اولا طبعا انا اعرف استاذ محمد مجاهد معرفه يعني قربت منه شويه كده صغيره، وراجل محترم جدا. وطبعا احنا بنتكلم على شاب في كل المواصفات اللي انت ممكن تحتاجها. شاب صغير عنده خبرات، راجل بيدير منظومه بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدها له، منظومه ناجحه. تمام. رجل مالي يعني لو النادي احتاج اكيد هيقف جنب النادي. فلو هو عنده الرغبه انا اعتقد ان هتبقى حاجه كويسه جدا. مفيد للنادي. طبعا طبعا. استاذ سعيد، من وجهه نظرك روشته علاج الازمات والمشاكل في النادي الاولمبي المصارع من خلال خبرتك. بص انا عايز اقول لحضرتك اغلب المشاكل المثاره في النادي الاولمبي بتبقى مجرد ان انا قلت لك خبر والخبر ده مش صحيح. يعني زي اللي نزل قال للاخ دوت اللي رفع عليه ايصالات الامانه، ده سعيد عبد النبي اللي وقفك. حل الغوغاء ديت ايه؟ انا واحد جه قال لي صلاح اتكلم عليك او شتمك، انا في المنظومه الاداريه لما حد دلوقتي بيقول لي فلان اتكلم عليك ما بتفرقش معايا، لان خلاص انا مش في النادي، اتكلم زي ما انت عايز تتكلم. تمام. انما لو انا في النادي المواجهه لازم يبقى فيه مواجهه عشان نحل مشاكلنا. النادي عشان يرجع النادي الاولمبي كان فيه ميزه كبيره جدا اول ما جيت 2008، بالرغم ان ما كانش فيه كل الطفره اللي موجوده فيه دلوقتي، ما كانش فيه كل الحاجات الحلوه اللي موجوده فيه دلوقتي. كان نادي بسيط جدا بس كنت تحس انك داخل بيتك. كان اسري، كان نادي عائلي، الناس كلها عارفه بعض، الناس كلها يعني في مشاكل بس بتتحل يعني. انما النهارده كل مشكله هصعدها، كل مشكله هصعدها، كل مشكله ههوق فيها حد، كل مشكله هفصل فيها حد، انت مش هيبقى جو شغل يعني. طب جزئيه يا استاذ سعيد برضك يعني نرجع لها تاني، حته الانسب او الاصلح لرئاسه النادي. انت حتى لو مش مهتم بامور النادي في الفتره الحاليه، عندك بصفتك عضو، ابنائك في النادي، مستقبلهم في النادي، مجموعه الاسماء اللي طرحتها لك انا عايز ايه؟ يعني انت شايف مين الاصلح على قياده النادي الاولمبي والنهوض بيه؟ النادي محتاج ايه الفتره اللي جايه؟ ده انا بقى لو انا من كل الاسماء اللي انت طرحتها ديت زي ما حصل في النادي الاتحاد، الناس كلها شافت مين الاصلح؟ استاذ محمد مسلم. راحوا رؤساء النادي السابقين جابوه دعموه، وقفوا تصوروا جنبه، احنا بندعم هذا انت الاصلح. تمام. فانا لو انا من كل الاولمباويه دول كلهم اولمباويه بما فيهم استاذ محمد مجاهد راجل اولمباوي برضو، يعني هو كان بيلعب في الاولمبي. تمام. نيجي نقول تعالوا يا جماعه نجتمع بقى لمصلحه الكيان دوت. تمام. مش لشو شخصي. ايوه. مش لحب كرسي او مجد او الكلام دوت. لا، احنا الفتره دي محتاجه طارق السيد، خلاص كلنا نقف ورا طارق السيد. الفتره دي محتاجه ناصر الشاذلي، كلنا نقف ورا ناصر الشاذلي. الفتره دي لا، عايزه راجل اعمال يصرف على النادي. خلاص مفيش الا مجاهد. بالاتفاق وكل الناس دي تقف وراه. انما انت كعضو بقى مالناش دعوه بالمسمى السابق ده كمدير تنفيذي، كعضو جماهيري. لو الاربعه دول نازلين، لو الاربعه دول وفي محمد مجاهد او رجل اعمال اخر ايا كان، لا ما انا ما اعرفوش. لو راجل محمد مجاهد، لو الاربعه دول ومحمد مجاهد انا اروح له انا وطارق السيد نقول له انزل لمحمد مجاهد. لو هو ليه عنده رغبه. واخد بالك؟ تمام. يعني وانا واثق ان انا اهو ما اعرفش حاجه اهو، وانا بقولها اهو، المهندس طارق السيد من اكتر الناس اللي بتحب الكيان وعايزاه يطلع. لو النادي محتاج راجل مالي والاستاذ محمد مجاهد عنده الرغبه ان هو ينزل، طب ما خلاص، ما النادي ماديا. انا سمعت كده مؤخرا ان المهندس طارق السيد قال لو محمد مجاهد عنده الرغبه هو ممكن ما هو انت يفسح له المجال. بالظبط كده، هيروح له. انا بقول لك اهو، انا وطارق السيد هنروح كده بايدينا كده اهوت ونقول له ايه، تعالى النادي محتاج حد يدعمه. بالظبط. هو النادي مش محتاج دعم طبعا. لا اكيد طبعا محتاج دعم مالي طبعا. الرياضه كلها محتاجه مال. لا يعني النهارده احنا في 9 في مجلس الاداره، في 9 موجودين في مجلس الاداره، والله هم يقدروا يدعموا النادي، يدعموه والناس كلها هتقف وراهم. طبعا. النادي فيه ازمه ماليه على ما بسمع برضه. طبعا.
يعني في طالما خلاص انا عندي ازمات ماليه وعندي ناس ماليين جوه النادي، ما يدعموا النادي، ما يدعموا زي الاتحاد. في ناس بره وبتدعمه، في ناس بره لنادي الاتحاد، ولو الاتحاد محتاج ملايين هتديله. احنا ليه مش كده؟ اعزائي المشاهدين ومتابعي 5 اسكندراني، ما زلنا مع حوارنا الشيق والممتع والمثير مع الاستاذ سعيد عبد النبي المدير التنفيذي السابق للنادي الاولمبي. فاصل ونعود مره اخرى الى فقره الرسائل الخاصه. أعزائي المشاهدين ومتابعي 5 اسكندراني، عودة مرة أخرى إليكم مع فقرة الرسائل الخاصة، وضيفنا الشيق والممتع والمثير في إجاباته الأستاذ سعيد عبد النبي. فقرة الرسائل الخاصة أستاذ سعيد، رسائل بتوجهها للشخصيات معانا. الرسالة الأولى للمهندس طارق السيد، تقول له إيه؟ أقول له أنت من أفضل الشخصيات اللي اشتغلت معاها، منظمة وفاهم قوانين جدا، وراجل بيذاكر وبيطلع، وحد بصراحه في شغله ممتع، ومن الناس اللي بتدي لك مساحه تشتغل فيها بحريه. فانا بقول له يعني انا يعني استمتعت بالشغل معاك ال9 سنين. يعني رساله للكابتن ناصر الشاذلي رئيس النادي الاولمبي. الكابتن ناصر على فكره، الكابتن ناصر اللي عمل له عضويه النادي الاولمبي. يعني انا كان هو امين الصندوق، وانا كنت لسه راجع من السعوديه، وكلفوني اعمل تسليم وتسلم ما بين الكابتن ناصر وما بين الله يرحمه ابو اميره بحر. يعني كان كابتن ناصر كابتن مصطفى بحر، وانا جيت عملت له التسليم والتسلم وسلمت الاثنين، وبعد منها تقريبا الكابتن مصطفى بحر بفتره بسيطه توفاه الله يرحمه يعني. فالكابتن ناصر هو اللي عامل لي عضويه النادي الاولمبي، وانا اعرفه معرفه من زمان، معرفه قديمه، هو صديق شخصي وانا بعتز بيه جدا يعني. الكابتن ابراهيم الشيخ. كابتن ابراهيم الشيخ ده حبيب قلبي واخويا وصديقي، وانا من الناس اللي يعني بعتز بصداقتهم. راجل بمعنى الكلمه، راجل يعني حنين على الغلبان، ليه مواقف كويسه جدا، مواقف تلاقيه في اي موقف في ظهرك. فبقول له يا كابتن انت راجل وجدع، وكلنا بنعتز بيك وبنعتز بصداقتك يعني. الحاج احمد مختار احد الرموز النوبيه داخل النادي الاولمبي. ده الراجل الجميل، صاحب الايادي الناصعه البيضاء، راجل الخير، راجل كده تحب تقعد تبص له وتتكلم معاه، هادي جميل، انا بحبه جدا يعني. ربنا يديله الصحه يا رب. الاستاذه ماجده الباوي نائب رئيس النادي الاولمبي. الاستاذه ماجده الباوي برضو اخت وصديقه، وعشنا مع بعض 4 سنين يعني، زميلنا بعض في مجلس من 2008 ل 2012. من الناس برضو اللي هي ما عملتش معايا اي مواقف، يعني كل مواقفها معايا كانت مواقف كويسه، وقضينا فتره كويسه جدا مع بعض، وانا بتمنى لها كل التوفيق يعني.
رساله للحاج محمد مصالح رئيس نادي الاتحاد السكندري. انا بقول له انت احسن رئيس نادي جه في تاريخ اسكندريه. انا لو من جماهير نادي الاتحاد يا حاج محمد اقسم بالله العظيم على اللي بتعمله يتعمل لك تمثال، لان في ناس ما بتعملش حاجه وبتدعي البطوله والمجهود وبتاع. انت بتعمل كل حاجه من غير ما تتكلم. انا قريب جدا من نادي الاتحاد، انت عارف يعني جاسر ده اخويا وصاحبي وعشره عمر طويله، وانا في الاتحاد من عمر طويل جدا. ومن بدايات ما دخل الاستاذ محمد مصالح مجلس الاداره وهو راجل معطاء بيدي من غير ما يتكلم، راجل يعني ملوش وصف. الفريق احمد صابر سليم ده الشخصيه الجميله، الشخصيه اللي هو يعني كنت بتمنى ان انا اشتغل معاه، لان هو الفريق احمد صابر سليم كان بدايه ان انا اتطلب واجي اشتغل في الاولمبي كان عن طريق الفريق احمد صابر سليم بدعم من اللي هو يوسف الجندي، اللي هو طيار يوسف الجندي. بس ما كانش ليا نصيب اشتغل مع الفريق احمد صابر سليم، ربنا يديله الصحه. الفتره الصغيره اللي عملها اللي قعد فيها الفريق احمد صابر سليم عمل حاجات كتيره جدا، يعني الراجل بعلاقاته جاب الجيش، ظبط الاستاد، صلح حاجات كتيره كانت في المنظومه الاداريه في النادي، انجازات رياضيه، عمل الصاله، طلع الفريق الدوري ممتاز. انت بتقول في راجل قاعد سنه واحده في مجلس معين عمل كل ده، لا انا اقول له شابوه. انت يعني على الرغم انك قعدت فتره صغيره بس سبت بصمه وسبت علامه، وكلنا بنحبك يا سياده الفريق، يعني ربنا يديك الصحه والعمر. رساله اخيره للاستاذ احمد عفيفي. حبيبي استاذ احمد عفيفي، احنا زميلنا بعض 4 سنين، قصه كفاح. مهما قلت لك يا كابتن وليد مش هتعرف احنا الاثنين شقينا قد ايه. محدش يعرف استاذ احمد عفيفي شقه في النادي ده قد ايه قدنا، لان احنا تقريبا ما كناش بننام، وكنا سفريات على طول القاهره عشان الفلوس والدعم الصاله، وهو راجل فكره في الانشاءات عالي جدا. انا اقول لك موقف بسيط تعرف فكر الراجل دوت منه، وانا بحترمه وبحترم فكره. استاذ احمد عفيفي اما جينا كانت الصاله اتطرحت دور واحد، وكانت واخداها شركه اسمها الفريده، فكان المبلغ كبير. فجه قعد معايا قال لي سعيد احنا عايزين نلغي المناقصه ديت. قلت له يا استاذ احمد هناخد وقت وبتاع، قال لي لا عايزين نلغيها وهنطرحها متخصصه، يعني لازم ندي كل واحد حقه. فطرحناها متخصصه بمعنى الخوازيق تاخدها شركه خوازيق، الهيكل الخرساني قطعوها بقى، قطعناها 5 مناقصات لما الناس في الوزاره كانوا بيصوتوا. بس التقطيع ده عمل ايه؟ انت بقى عندك صاله على اعلى مستوى، دورين، 5 فيسترات، الصاله اضاءه 3 مستويات من ضمنهم تصوير ونقل تلفزيوني، فيها احدث سيستم، فيها صاله مكيفه. لما جه افتتحها الوزير وكان الدكتور مصطفى رئيس الاداره المركزيه للاستثمار الرياضي، قال يا جماعه انا بشكر الناس اللي عملت الصاله ديت. الصاله دي لو الوزاره بتعملها، لان احنا وطنطا كنا شغالين مع بعض في نفس التوقيت، طنطا دور واحد كانت حاجه 28 مليون. تمام. الصاله ديت الناس اللي بتقعد تهرتل وتقول كلام، احنا كلفناها 14 مليون على وضعها دوت، ودورين و5 بسترات و3 صالات نزال تحت، 4 صالات نزال تحت، 14 مليون. فكان انجاز غير طبيعي، والوزاره كانت واخدانا نموذج فانا طبعا استاذ احمد عفيفي مهما قلت مش هديله حقه، وسعيد جدا ان اشتغلت معاه وتعلمت منه حاجات كتيره جدا. ربنا يديك الصحه والعمر يا استاذ احمد. استاذ سعيد، في النهايه بنشكرك شكرا جزيلا، اسعدتنا النهارده. حبيبي يا كابتن صلاح، متشكرين جدا. بشكرك شكرا جزيلا. اعزائي مشاهدي ومتابعي 5 اسكندراني، ده كان لقاءنا الشيق والممتع والمثير، وحلقه ساخنه بالفعل من العيار الثقيل مع الاستاذ سعيد عبد النبي المدير التنفيذي السابق للنادي الاولمبي. شكرا سهرناكم معنا، انتظرونا الحلقه القادمه وحلقه من العيار الثقيل.